معاك. إذا حبيت. واش ندو العودة ولا البغل؟ لا ندو البغل، عاد ما نشوف السوق. هيا هاك. يا ربي لو كان نقدر نرقد حتى يفوتوا هاد الشهور اللي مازالوا. هنا ما يقدر بنادم لا يخرج ولا يعمل حتى حاجه، حتى الشمس تحرم من الخروج بنارها. لكن وين يخرج بنادم؟ الدنيا كلها خراب، كأن قنبله ذريه هدمت هذه الدشره الحزينه. ما كاين فيها الا الصمت ريحه نحن هذا الصمت. 14 21 لوحة. شحال من مرة عديت هاد اللوحات وما زلت نعد فيها طول ما راني هنا. 18 لوحة ما تكفيش هاد السقف، و18 سنة ما تكفيش فتاة باش تتحرر من سلطة والديها. يلزم 21 لوحة للسقف و21 سنة للفتاة. نفكر في الحرية والزواج وانا مازال ما كملش دراستي. يلزم اولا نكمل دراستي ومن بعد نفكر في الحياة اللي نحب نحياها. لكن كيف نختار زوج وانا ما نعرف حتى واحد؟ آمني بالشي اللي يحدك به قلبك، السماوات ما تضمن حتى شي. تمر القرون والإنسانية دايما تعلو بأنه لا حريمة ولا خطيئات قديمة، وإنما كاينين البشر جياع، أعطيهم الأكل واطلب منهم من بعد يكونوا فضلاء.
ايه يا بنتي مانيش عارفه لا داتي راهي رافده رجليا ولا رجليا هما اللي راهم رافدين داتي. لا بس عليك يا خالتي رحمة، ما زلت انتي. لا يدري بالمزود ده بنتي غير اللي نضرب بيه. منين كنت بصحتي كنت نعفس على الشوك وما نحسش. اما اليوم حتى الحشيش اليابس يضرني. هاتي نهز عليك القطة خالتي رحمة. خليها لك يا بنتي، ما هيش ثقيله ياسر، فيها شي عن برك. ديما مع الفخار يا خالتي رحمة. هذه اللي كنت يا نفيسه رقمتها على خاطرك. يعطيك الصحة. وهذا الصخار العبد قادر، وهذه اللي فيها العرجون العابد، وهذا المترذ الخير. يعطيك الصحة. راه جميل بزاف يا خالتي، نديه معايا للجزائر بعد العطلة. على تشقي روحك بالقهوة يا خير، شربت الصباح. كل القهوة وبنتها، وبلا شك هذه تعجبك بزاف. دائما قهوتك تعجبني. لا صحة ما نشربش، ما نحبش بزاف القهوة. ما تحبيش بزاف القهوة؟ أنا اللي ما يحبوش القهوة نستعجب فيهم. أنا بلا قهوة يا بنتي ما نقدر لا نوض ولا نقعد. كي تشوفي يا خالتي القهوة تضر، ما تنفع لا الكبير ولا الصغير. انت حسن الشاذلي عمرها ما تضر بنتي. شكون هذه بنت حسن الشاذلي؟ ما تعرفش بنت حسن الشاذلي؟ هي القهوة يا نفيسة. احنا القهوة ما تضرناش على خاطر ما نشربوهاش في كل وقت وما عندناش غيرها. اما في المدينة ضرهم على خاطر يشربوها في كل وقت وبالسبة وبلا سبة. عندك الحق، في الجزائر القهوة عندهم كلمة يشربوها في كل وقت. شفتي اللي سرها موجود، وكل حاجة يا بنتي كثر منها بنادم الضر. أي يا خالتي رحمة نروحوا للجبانة. اليوم الجمعة لازم نزور المرحومين. نقدر نجي معكم أنا؟ وشكون يبقى هنا؟ خلي في تجي معانا. الرجال الكل راهم في السوق، من قالت تسرح رجليها وتشبى شوية هو. أعوذ بالله، شكون هذا المجرم اللي خلى دوابو يسرحوا هنا؟ الناس القرية كلها تخلي بابها تسرح في الجبانة. وعلاش ما يبنوش حيط ولا سياج على هذه المقبرة؟ هكذا تبقى بعيدة على العفس. الناس ما لقاتش باش تزرب على حيوطها وديارها، عساك الجبانة. من الشحة، من الفقر. ماشي كامل الناس مشحيحين ولا كامل الناس فقراء، ولكن ما يتفكروا الموتى غير نهار دفينا. هاني جيتك. كل جمعة نقول هذه هي الأخرى. كبرت وباقي نعاني في الدنيا. جبت لك ذاك الطاس اليوم، خدمتو هذه الأيام الأخرين. هكذا كي تصب النوم يتمنوا يشربوا منه الطيور، صدقة على روحك. وكان عندي كنت أصدق عليك الطعام، لكن الله غالب. كما حادثتك كنت حابة نخدم مواعين اللي شفتهم من بعيد، اللي ما كانش ما فرق ما بينهم، لكن ما نجمش نوصل اللي نتمنى. والمن من السماعون يظهر لك اللي خاصة في حاجة، مش عارفة علاش. هل ترى يدي اللي عادوا ما يطعنوش ولا كبرت؟ راني رايحة لخالتي رحمة. ما نعرف لاش يبنيو في الجوامع،
الناس ما عاد لا تخدم ولا تصلي. من نهار الاستقلال الناس قاعدين في القهاوي غير للقيل والقال. كون جايه يا اخي راكم جيتوا. وانا شكون هاد الاواني يا خاله؟ هكذاك باش كيتصبنوا يشربوا الطيور المرحوم يكون فرحان. لكنهم فارغين. كيتصبنوا يتملاو. واذا ما صبتش؟ واذا ما صبتش واش ما الفرق يكون ما بين الميت والحي؟ على كل حال يخمم على الحياه ماشي على الموت. يخمم عليها على حساب العمر، وانا علاش نخمم على الحياه؟ يخمم عليها اللي ما يعرفهاش. يا خالتي نروحوا كملتي. هذاك هو يا بنتي، نروح. لو كان ماشي صوت هذا القصبة نحسبوا الدشرة فارغة. هذا رابح الراعي تاعنا. سمحوني نبدل حوايجي ونرجع. قولي لي يا خير، سمعت باللي مالك خطف فيه فيسة، بصحيح؟ ما نقدر نصدق ما نقدر نكذب. سمعت كما سمعوا كامل الناس، ولكن باباها ما قال حتى شيء. وانتي لاش دورك واش تقولي؟ كنت نضفر في شعري على ديك اللي طولت. حاولت ناصف في النهار. نبقيكم على خير. خالتي رحمه قعدي شويه، بعد كي جيت انا حبيتي تروحي انت. هذاك هو راح الحاله بنتي، وذوك الرجال يرجعوا من السوق. انت قليل وين تجينا وغير تقعدي شويه تقولي الروح راح الحال كانك متضايقه. لا يا بنتي، رجلين يمشوا وين يحب القلب، هو انا نحبكم. اذا تحبينا قعدي معانا. اذا كان انت اللي طيبي الغدا نقعد. ما نعرفش طيب هنا. خلي انا نطيب. اللي نفيسه الطيب، انت ما تقدرش تعملي كل شيء وحدك. يا حسراه موالفه نخدم كل شيء وحدي. هو عبد القادر وين غدا؟ راح للسوق مع بابا. ايش بيك يا نفيسه؟ ما بيا حتى شيء، فكر في عبد القادر برك. عبد القادر واش تابيه؟ ما بيا حتى شيء، نفكر فيه على خاطر هو عنده زهر، يروح وين يحب، ماهوش مسجون كيما انا. هو يا بنتي راجل وانت يا امرأة، وناس القرية لسانتهم طوال. واش عندي في الناس وقوالهم؟ الدنيا تبدلت يا خالة، تبدلت، لكن الناس كيف يتحدثوا بالشر في المرأة إذا خرجت على خاطر جاهلين ما يفهموا حتى شيء. ما لازمش المرأة تبقى ديما خديمة، هي تاني عندها حقها وحريتها، ولا نبقى دايما متأخرين يا خالة. ايه يا بنتي، ما تقدريش تبدلي الدنيا في نهار. اسمع يا ابني، من نهار الاستقلال الناس لاتين غير بالقيل والقال. لو كان ماشي انتوما اللي راكم في الغربة كان في هذه الجهة ما يبقى لا دار لا دوار. الناس كرهت الخدمة، كرهت الأرض، الناس تحوس على المسؤولية برك. يا عمي شوف الأرض ما تصلح للفلاحة لا حاجة أخرى، تخدم فيها عام ما توكلك الشهر. ايه يا ابني، انت ما تعرفش الأرض، ما تعرفش الفلاحة. هذه هي أرضنا اللي تهلا فيها تعطيه ما يكفي. شيخ تعرف تلعب بالكرتة؟ نعرف وبطلت. كاين كلام قالوه بصح ما فهمتوش، ماذا بيك تفهمني فيه. نعرسو
ونتموه من سج الخيمه. راهم يمعنيوا على السي عابد بن قاضي، يوكل اليوم ناس الدشره ويوجد عرس بنته مع السي مالك رئيس البلديه. ابقى في رحمة رب العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. صحيت واش معاك؟ يا سي ملك، اسمح لي ستار، العجوز حبت تشوفك. ملا نتلاقاو شويه هكذا لتحت. أي السلام عليكم. سلام يا ستار. ها يا لالا، هاو سي مالك دايما تسالي عليه. سخير عليكم. عمري ما كنت نظن تنسانا هكذا. ايه واش تحبي؟ خالتي رحمه. واش ديما معطين؟ ديما يا وليدي. واش راك مالك بخير؟ في ساعك الخير. وهذه بنتي نفيسة اللي تقرا في الجزائر. ريح سي مالك. لا معليش نقعد هنا صحي. طيب. هاي القهوة ما نشربوهاش. ياك شفتي وكيفاش ما تشربوهاش. تكلموا يا ولاد. هالكلام ينحي الخوف والهيبة ما بين الناس. جيت تزورنا مالك؟ نعم يا خالتي، جيت للتدشين نتاع المقبرة تاع الشهداء. ها مليح يا وليدي، لكن الإنسان يلزم ينظر للدنيا بعيون المستقبل. صح، لكن ما هيش مسألة سهلة. وإلا هكذا الحياة ما يكون فيها حتى معنى. غدوة هو اللي حرك رجلي اليوم. كي نكون نحفر في التراب ما نفكرش في غدوة برك، نفكر في المستقبل بعيد. على خاطر الطين يلزم لها تشمخ وتنعرك باش تخرج حاجة نظيفة، ومن بعد تترمى في الكوشة باش تطيب، وهكذاك الماعن ما تخرجش كيما نتمنى. ونبقى نخدم ونعاود حتى نحس باللي الحاجة اللي خدمتها اليوم أحسن من اللي خدمتها البارح، وهذيك هي سعادتي وأمالي في الدنيا. اسمحوا لي راني طولت عليكم. ما تخافيش، ما نروحوش بلا ما نشربوا القهوة. شحال سي مالك؟ ايه زوج حجرات صح. وانت يا خالتي رحمة؟ حجرة. شكون اللي قال يزورنا سي مالك اليوم؟ انا اسمحوا لي لازم نروح. هاك رايح بعدا؟ راني نجي نزورك خالتي رحمة. هذه ما تقول هكذا. لا نجي ان شاء الله. بالك ما تزيدش تجي. نجي، بقاو على خير.
هي سي مالك، لو كان لقيت عشاء وثبت معنا هذه الليله. يكثر خيرك ولكن ما اقدرش، لازم ندخل المركز على العشيه، عندي اشغال القرايه تستناني تمك. طيب مع السلامه. على خير. الى امان. مساء الخير. صحيت. خير خير. ايوه. وشفتها؟ وشكون؟ العذراء نتاع القريه. ايه حركة الشعر يا. خلينا من الشعر. قل لي شفتها ولا لا؟ وشكون تاني؟ البنت اللي راح تخطبها ولا ما خطبتهاش بعدها؟ ناوي نخطبها. ايه راك تحلم انت. شفتها؟ نعم شفتها. جميلة؟ جميلة. جمال المدينة ولا البادية؟ جمال سماوي. تحبها؟ وقيل البن اللي شربته اليوم سكرك. والبنت تحسم ليها العربية؟ ما كلمتهاش. وهي كلمتك؟ لا. حواجبنا تقضي الحوائج بيننا ونحن سكوت والهوى يتكلم. ماشي هكذا؟ عجيب، نفكر في شيء ونتكلم على شيء آخر، ما ننسقش بين لساني وفكري. واش تخمم لو كان نمشوا عن الحاج قويدة نشربوا قهوة ماشي خير؟ لا ما نشربش القهوة. واش تقول لو كان نهبطوا للمدينة؟ علاش ما تزودش على روحك؟ هذا سؤال ولا نصيحة؟ لا سؤال. وين تسيب المرأة اللي تقبل بمعلم؟ ما كانش ما أسهل من هذا. قل لي وين هي؟ ما نعرف لكن لكن ايش؟ هذه حاجتك انت. مثلا البنت اللي راك مقبل وانت تسألني عليها ما تظنش اللي تولمك. بنت مثقفة وبابها من أعيان هذه الناحية وانت الناس الكل ما يقولوا فيك غير الخير. هذه هدية ولا تضحية؟ مانيش فاهم مقصودك. ليلة عينك في التفكير وفي نهاية الكلمات نوافذ مفتوحة على آفاق ما عندهاش حدود. ما هوش مستحيل غدوة نسمعوا منك شعر. بلا شك يوم القيامة ريح الجنوب يبدا الأول. هذا الخريف ما تمشيش للجزائر. كيفاه؟ وقرايتي؟ باباك هو اللي حب وقرايتك حتى شي، والشي اللي قريتيه يكفي. إذا كان قراية حتى شي، واش هي الحاجة اللي عندها قيمة عندكم؟ الشي اللي هم طفلة مثلك هو المستقبل تاعها. باباك هو اللي حب يزوجك. الحرية الممنوحة تشبه خبز الصداقة. الحرية الممنوحة تشبه خبز الصداقة. قولي له ما نتزوجش وما نبطلش قرايتي ونروح للجزائر مهما كان الحال. اخزي الشيطان يا بنتي، طيعي باباك. الدل اللي عشتي فيه انت ما نعيش فيه انا. كوني ام لغيري اذا حبيتي، اما انا ما نخليش اللعنه تلحقني كيما سال الاخرين، ومانيش مراه، فهمتي؟ مانيش مراه. واذا ابي حكم علي بعدم العوده الى الجزائر ومتابعه دراستي
قرر أن يزوجني من شخص لا أعرفه ولا أتصور كيف يمكن أن أحيا معه. لا أستطيع أن أحدثك بتفصيل عما وقع بيني وبين أمي. عمتي، إنني الآن أجتاز ظروف صعبة، ورجائي منك هو أن تقدمي إلى هنا بأسرع ما يمكن. إنني أنتظرك، فإن لم تأتي فإنني سأقوم على ما لا أحد يتصوره. أقبلك وأقبل الجميع. نفيسة. ربح، تنجم تبعث لي بريال البوسطة؟ نعم، غدا نشوف شكون يسرح لي بالغنم وانا نروح ندير لك بريال البوسطة. دير مزية وماذا بيا ما يسمع حتى واحد. ما تخافيش، حد ما يسمع. هاي البرية احتفظ بها، راه فيها الطابع، بالكش من يشوفك. ما تخافيش، حد ما يشوفني. روح درك، يعطيك الصحة.
يا راعي الكلب 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 صلي ولا قعد. غير الغنم تاعك اللي ما جيت نفرح بها، لا اليوم لا غدا. شحال عندي ما شفت يما في النهار، نخرج مع طلوع الفجر في الظلمة ونرجع مع المغرب في الظلمة. قلب الأطرش بعتنا راعي نتاعو باش يسرع لنا بالغنم اليوم،
وفوت عند ربح شوف ايش بيه. يلا اغصب. اقعد يا رجل تشرب قهوتك، اقعد. واش ربح ولا غنم؟ يمكن تخاصم من المعلم تاعو. وارد هذا عقل ما يخاصمش الناس. انا ودي منو تاعكم خلوا الراجل في حاله. اولاد دول اسمع هذا الناس جاوبني كيف تقتلني هكذا. لعبتك المره الاولى الناس والمره الثانيه خبطت فوق الطاوله. هيا العب هذاك هو لعبي. اسمع اذا عينك تلعب فهم لعبي واذا ما تلعبش نروح ثاني العب هذا اللعب. وش هذا العياط هذا؟ القهوه نخلصوا ماشي. لا يا عمي ليش خلاص؟ شوف هذا الحجار اللي يبغوا في يدي. خبط له هنا لاز، خبط له هنا لاز، خبط له فوق الطاوله. وشنو هذه اللعبه؟ يا عمي الحاج انا كل خاطر خبط على القصور تاعو. انا ما فهمتش اللعب تاعو. اللعبه عقل راهو باليدين. علمهم مروه علمهم. واش هذا؟ ليش؟ انت جاك مليح؟ ملاح يا عمي الحاج. انت كل يوم رحت تسرح هذا الخير. مليت مسرحه يا عمي الحاج مليت. وش هي حياتي؟ هذه هي الدنيا يا ابني. واحد من القصر للقصر والاخر من القبر للقبر. لازم تتبدل هذه الدنيا. لازم تتبدل يا عمي الحاج. ان شاء الله يا ابني. ان شاء الله تتبدل وما تتبدل غير بالخير ان شاء الله. على خير عمي الحاج. تربح يا ابني تربح. وتجيبوا ايش بعض؟ هاوي ولا جايات؟ جايات يا سي الحاج. ما عليه. واش رابح؟ بطلت الخدمة؟ بطلت. كاش ما صبت خدمة أخرى؟ لا لازم ما تبطل الخدمة غير إلا صبت خدمة أخرى. في البيار. البيار الناس لاتين بالبيار، لاتين بالخبز الطايبة. بيع الحطب. بيع الحطب وعساس الغابة. بلا روح لفرنسا. ايه يا ابني فرنسا. خدمة فرنسا كي خدمة الخماس. مولاها يتمنى الربح وديما خسر. واش حبيت تضيق علينا الدنيا؟ الدنيا واسعة على الغافلين. لو كان صبت خدمة أخرى اللي يخدم فيها. دنيا واسعة ولا باس عليها. اللي تمسات عليك انت انا هذا وين طلعت؟ طلعت عليك في الباطل. انا عارف روحي اللي لقى الخدمة. وعارف الحالة اللي كنت فيها ما يرضاها حتى واحد. إما لا تغير الدنيا. ولاش لا؟ يمكن عندك الحق. أنا خدمت في فرنسا، خدمت في الجزائر، خدمت خماس. وآخرة عمري يعني وليت الحلفة. راك تشوف الدنيا كلها كحلة والبلاد كيتسجن. لازم الأشياء تتغير. لازم تتبدل. إلا لازم تتبدل ما عليكم انتوما اللي تبدلوها. أما احنا فاتنا الوقت. على خير. بسلامة وليدي. خالتي رحمة. خالتي رحمة. خالتي رحمة. خالتي رحمة.
راكي في دارك خالتي رحمة. لاباس خالتي رحمة؟ لاباس. صدري ظهري وجعوا فيا. تحبين نجيب لك شيمة خالتي رحمة؟ ماذا بي على مهبته. نعم أنا رابح. صح. كيف راكي تحس في روحك؟ لاباس؟ عمري ما نسألك هذا المزية. حتى شي حتى شي. قولي ماكيش جيعانة؟ لا يا وليدي مانيش جيعانة. كاش ما تحبي كاش حاجة؟ ما نسحق حتى حاجة. يعطيك صحيحتك. سلكتني من موتي يا رابح. ما نخافش الموت، صح ما نشتيهاش. لو كان مت شكون يكمل الخدمة هذه؟ ريحي ريحي، إذا تحبي حاجة أنا نمدها لك. لا أنا نسقم هذا ما عني راهم مرميين على الدنيا. خليهم كيما راهم، ريحي درك. لا دوك راني نحس في روحي بخير وظهري زل عليا. نروح نجيب لك شوية كسرة. ما تعبيش روحك خالتي رحمة. اش راه امك يا رابح؟ ديما كيف كيف، لا بأس. يماك الله اعلم. الله اعلم من زادت عامين بعد ما تزوجت. خالتي رحمة، كيف حتى با تزوج مع ما وهي عقونة؟ يا هل ترى يا ابني واحد عقون ما عندوش الحق في الزواج؟ التعقيل ماشي عيب يا ابني. العيب في الواحد اللي يهدر ويخرج العيب من فمه. يماك وباباك كانوا سعادة، يماك كانت جميلة. تعقنت يا ابني عام التيفيس، مات باباك وزادت ماتت يماها وبقات مسكينة يتيمها. ونحكي لك يا ربح وصار فينا في ذاك العام. صار فينا يا ابني. ما روحش تسرح اليوم؟ لا ما سرحتش. تخاصمت انت وبالقاضية؟ لا ما تخاصمتش معاه، أنا بطلت السرحة خلاص. خلاص ما عادش تسرح؟ خلاص بطلت. حقك يا ابني كنت تخمم قبل ما تبطل، ولا ما وجدت شي خدمة أخرى. ايش تعيش انت وامك؟ الصراحة ما هيش خدمة يا خالتي رحمة. ما نحبش نبقى ديما راعي عند الناس، لازم نلقى خدمة أخرى. والعجوز رحمة راهي شوية مريضة بزاف وحدة مسكينة. عليها المغبونة ما بانتش هذو الأيام. وصلتك المرضى اللي بها وما وصلتك حتى على حاجة؟ لا تعرف، قال تقول سي مالك يجي. شوف روح للقهوة وقولي لباباك يجيب الخف.
قول له باللي العجوز رحمه راهي مريضه بزاف. قول له يقول سي مالك يدهم ليها. اجري. ودايما تجروا فيا، دايما تشكوا فيا. اجري يحرق بوك، اجري. هلبوها حياة. نفيسه، نفيسه. نعم يما. روحي يا بنتي وجدي روحك. نروحوا نشوفوا خالتي رحمه مسكينه راهي مريضه، وانا نوجد لها هذا الخبيزه ندوها لها سخونه. على هذيك اللي ما بانش هادو الايام صار راهي مريضه. هاني رايحه. لو كان خلوها هكذاك تموت. واش تحبين نديروا لها حنا؟ ما نعرف، لكن هاد الدشره كاع خاليه، ما كان فيها لا طبيب ولا حتى شيء. في الصيف حتى طبيب من الدرسه ما يجيش. يا بنتي نبدلوا لها حوايجها ونبدلوا لها فراشها. نوضي. روح انت جيب لي الماء باش نغسلها وجهها. يا غصبي عاونيني. جبت الماء، حط لي. غسلي لها مليح يا بنتي وانا نروح نوجد لها حتى مريقه. واش خالتي رحمه، راكي تحسي روحك درك خير من قبيل؟ خير من قبيل يا بنتي، خير من قبيل. أنا ماعون في النار، أنا فخار، ماشي طين بحالكم. أنا عطشانة، الماء اللي كان عندي خدمت بيه النجوم. أنا مش عجوز، أنا اليوم شابة، أنا مش عجوز، أنا اليوم قمرة. شوفوني، أنا اليوم شابة، أنا اليوم نضوي. اشتاك يطيح، تغرق الجبانة، وزوجي مدفون تم. أنا اليوم شابة، الطيارة الصفراء ما نحبهاش، ما نحبهاش الطيارة الصفراء. أنا نخدم الطين، أنا نخدم الأرض، أنا نخدم الأرض، الأرض، نخدم الأرض. ايه يا بنتي، وقيله مسكينه طلعت لها الحمى راهي تهترف. او جاسي مالك ما. مساء الخير يا عليك. ابني مساء الخير. مساء الخير. شوف يا ابني، شوف الحاله اللي راهي فيها مسكينه. هاك تريح سي مالك. شفت يا ابني الحمى اللي راهي عليها؟ ما رايحاش تخطيها حتى تخليها رمات كاع.
واش راك تحس روحك خير من قبيله؟ انا من راني خير من الصباح. يا ربي يا ربي يخلص هذا الحرب حتى الاستعمار يقتلنا كل ولادنا. الحمى راهي عليك يا ابني. برد ضوك ترتاح يا ابني ضوك ترتاح. جرحك ماهوش رامك، ومن ما تخرج من دار يمك رحمه حتى تعود بصحتك خير من اللي كنت. يما خالتي رحمة، خالتي رحمة، شهدي، اشهدوا أن لا إله إلا الله واشهدوا أن محمد رسول الله. مالك ابني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك يا وليدي مالك؟ الحاج واش راك؟ اتفضل ريح. واش راك بخير؟ انا واش راك عمي الحاج؟ ديما مبكر مع الفجر. حالة الشياب يا ابني هذه صبحة مبروكة جيت فيها. هكذا نشرب القهوة الأولانية مع الصباح كيف كما في أيام الطويرة. ياك راك ثابت يا أخي. معلوم. بصح انت يا عمي الحاج ما تبدلتش، ما زلت انت. يا حسراه يا ابني، أنا نثبت على بابك كل يوم كل زاد. لو كان العمر تنقاس من تحت للفوق، لو كان عمري توصل للسماء. صحيح، لكن عمر الرجال ما تنقاش بالسنين وإنما بالأعمال. عندك الحق يا ابني، ولكن السنين كذلك عندهم وزنهم. بيت هنا ولا لحقت اليوم الصباح؟ جيت البارح في الليل. غير الخير إن شاء الله. لا يجوز رحمة توفت. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. وش من وقت؟ هذا الليلة على 12. يا ترى ماذا تدي من ناس الزينين، يا دراق وجوه الأحباب خسارة. طول حياتها مسكينة وهي في التراب وآخرها رجعت ليه. لا ترجع تراب كي تراب. هذاك اللي كان يا ابني، الموت نهاية كل حي. لا بأ. الموت ولا الحياة؟ الاثنين يا عمي الحاج.
الأرض يا ابني أم الإنسان، والحياة كي السوق، يقضي حاجته منه ويرجع لأمه. والشيب إذا طال عذاب، راك عارف خير مني. لو كان باه تخير جوز رحمة كان تختار الموت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا دراف، كان سمعت على جوز رحمة؟ دايم الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. قول لربي حط الحاوية حفر قبر، وقول سعيد من العربي يروح الفيلاج يجيب لك فن يخبر الناس اللي تما. ما انت لما يجي الغاشي قال لهم بلي فينا كون بعد صلاة الظهر. انا وسي مالك نروح للدار نحضروا الجنازة. روحوا انتم اقضيوا شغالكم وانا نقوم بالشيء اللي وصيتوني عليه. انا رايح للدار، واش تحب يشارك في طريقي؟ عشان تاع الجنازة نعملوها في دارنا. راكم عاملين اكثر من اللازم. حضوركم هنا دليل، لكن الفدوى كل ما يخص بالجنازة واجب، ما يمكنليش تسمحوا لغيري. لما يفتحوا الحوانت انا نمشي نحضر اللازم. لكن ما راكمش براوية لا انت لا المرحومة، وزيد ماشي حق تقوم بالمصاريف وحدك. حتى خالة الأعمال وكان مازالت في الحياة كانت ما ترضاش. راك ناوي الفدوى تكون هنا في الدار، موافقك. أنا قلت ماشي عشان تاع الجنازة في داري خاطر ما يخفاكش، عندي الوساع وما يخص لي حتى شيء. عارف ونستكثر خيركم، بصح أنا اللي نقوم بالمصاريف. ما نظنش تمنعوني نعمل الواجب نحو هذه العجوز اللي تمثل آخر رابطة بيني وبين هذه القرية. وعلاش سي مالك؟ انت ما راكش لينا؟ صح، ولكن انتم حيين وهي الله يرحمها. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا بنت. خالتي رحمة مات، الله يرحمها. السلام عليكم. الله يعاونكم. يا عيسى سمعت بلي جوج رحمة ماتت البارح مساكينة في الليل. الله يرحمه ويساعدها المخلوقة. خدموا ربي يعينكم. عليك السلام. هذا هو الشعب، هذا الفقراء كانوا يعرفوا قوتهم وشجاعتهم، وكان الظلم والجوع يموتوا في هذه البلاد. يا بالصابري كل كذا هي. ولا ويكتبت على كده باش في الليل على 12 تاع الليل، على 12 تاع الليل. لا معقوله حتى تعشات ورقدت مسكينه. هذه اللي تغير سعدتها ما كمانين. واحده على المسكينه. يا خالتي رحمة ما تبعيها في الهجوم. تسمعنا مريضة. يا خالتي رحمة خليتي تاعك وحدها. يا خالتي رحمة والدار وين نركب لها. يا خالتي رحمة وينها ولا في الدار. يا خالتي رحمة وينها ولا في الدار وينها. يا خالتي رحمة كنت دنيا الدار واش يدير العبد قدي. هذه دنيا يا وقع رايحين ليها يا. يا الله يا رحمن
الصلاة على الجنازة رحمكم الله. أعدلوا الصفوف رحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. الجسر اللي يمر عليه الأموات يوم الحساب والعقاب أمضى من السيف ورق من الشعر. الشيخ بغيت نسقسيك علاش الموت يفوتوا فوق الجسر؟ الجسر هو من جملة الأمور اللي يوقع بها الحساب يوم القيامة. كاين اللي يقطعوه جري وكاين اللي يحبي. وأما الشقي والعياذ بالله الله يحفظنا ويحفظ جميع المؤمنين اللهم آمين يسقط في النار. إما لا يا شيخ، النار هذه تنصاب تحت الجسر. النار على الشمال والجنة على اليمين. الشيخ راه يقول باللي النار تحت الجسر وانت راك تقول باللي الجنة على اليمين والنار على اليسار. النار في نهاية الجسر على الشمال والجنة على اليمين. شيخ بغيت نسقسيك شحال تكون الجنة اللي كبرها؟ وجنات عرضها السماوات والأرض. صدق الله العظيم. يا شيخ الجنة عرض السماوات والأرض وجهنم وين تكون؟ لو كان نحدثك الليلة كاملة وغدوة وبعد غدوة على هذه الأمور وما نكملش. على خاطر بنادم قبل ما يدخل الجنة يلزمو سوال القبر ثم البرزخ ثم النشر وبعده الوقوف ثم الميزان ثم الجسر. السلام عليك يا سي مالك. وعليك السلام. هذا وين يا سي طيب؟ هذا وين يا ابني؟ راك شايف خدمة الفلاح. ولا خدمة الفلاح خدمة نظيفة وشريفة. ايه خدمة الفلاح يا ابني كحارة البير اللي خدمها يرصها. ما تخافش ما تخافش. قريب يلحق النهار اللي يتهنوا فيه الفلاحة من العذاب والذل. ايه ورا ذاك النهار وين راه؟ قال لك واحد يقرا 60 وواحد ما عنده صورة ويصلي بها. هذاك النهار هو اللي ترجع فيه الأرض كي الهواء والنور ملك للجميع. الهواء والنور ما تجيش تمشي عليهم وما تجيش تلزم بيدك كيما التراب. ايه يا سي مالك هاد الناس ما يحبوش يخدموا الارض. ما يحبوش يخدموا ارض غيرهم. يا سطيف جوز البركه وروح سهل على روحك انت تقوم على الفجر. هيا السلام عليكم. صباح على خير يا جماعه. على خير. تعبتك الصحراء يا سي مالك؟ لا باغي يريح شويه وحدي.
في عمرها 17 سنة، باباها شرط فيها 2 قناطر قمح، 5 كيلو دهان و20 لتر زيت. كاع هذا الشيء وراجلها رجع حافين يتهلوا ولا باباها. الطفلة خافت لا باباها يقتلها، هربت ويمكن تكون قتلت روحها. الدوق خبرها ما جاش، ما ظنيتش هكا زينة. ما نعرفش خاصها الماكلة والشراب والظل والفرش الزين. خليها تجرب كيما حنا، ثم شبرا تبقى زينة. حياة المدينة تزيد في بنادم. راهم يقولوا زواجها في الخريف، والمير ماهوش قابل يتزوج بها ولو باباها باغي يمدها له. رزق باباها عنده قيمة خير من إرادة راجلها. بالك عندها كاش واحد يستنى فيها في الجزائر. لو كان ماشي هكذا علاه ترفض زواجها مع المير؟ شفتوا انا نهار اللي كان يمد لنا في الفرينه، واحد الزين عليه، واحد الطول، فمو كي الخاتم، نيفو مكدود، إشارة منه والله يديني وين يحب. وزوجك المخلوقة كيفاش؟ هذه 10 سنين يا مرا مليت منه. باغية تكمل دروسها ورافضة الزواج، بغات مع المير ولا مع غيره؟ احنا ولادنا حروف الهجائية ما يعرفوهاش. شو ما عليكم، راكم في موت خالتي رحمة، مازال ما بردتش، الناس تبكي عليها وانتم كتقولوا في كلام كيما هذا. اما لا عرفوا باللي مانيش حابة نتزوج به، وما عندي حتى واحد في الجزائر. واذا عندكم الواحد اللي يدرس معناه يتسلطن، انا ليا بالعكس، الدراسة هي نهاية معيشة الحياة ولا كنت تعيشوا فيها انتم. لو كان جات قارية يما الطفلة اللي كنتوا تحدوا عليها من قبل، كانت ما تزوجش بنتها مولات 15 سنة. هاد الحياة لازم توقف، لينا حنا الأشياء تبدل بسرعة، والنساء لازم يحسوا باللي عندهم دور في تطور المجتمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صباح على خير يا شاب. صباح على خير. هاك خذ ساعة قد. عظم وجهك ما كان له. خذ. صح. بارك الله فيكم. صباح على خير. بارك الله فيك. صح. عبد القادر. عبد القادر. قوم. عاون خالتك وجيب لنا قهوة سخونة. يلا اقفز. القبلي هو اللي خلى هاد البلاد، وجماعة اللي حصلت سبولة داهلو. لو كان الارض مهروسه بالجر لو كان ما يصيرش هذا، انما هذا عمل طويل المدى ورانا فكرنا فيه. كاش تحب الشجر يكبروا في ارض فيها المعيز. كان الحكومه تفكر وتحب تنجح في التسجير، يلزمها تصون الغابات، تصونهم من المعيز وتصونهم من الحطابه. الغابه ما تنصانش هكذاك، يلزم تنظيم الارض والفلاحه كلها. في الأوقات الشديدة تبقى لنا حرية اختيار مواقفنا.
هنا كل شي متعوج ومتسلسل حتى الآفاق. في الأوقات الشديدة تبقى لنا حرية اختيار مواقفنا. وطلع جوز رحمة ما منعوش باش ارجع لخدمته قبل 3 ايام. اما لا لازمنا من الان نفكروا في الزواج، وفي الحقيقة كيخدموا مليح، ولو كان يحبها ويعزها لا يشيماه. اما يلزمك من الان توجدي كل ما يلزم لعرس بنتك. اذا راك محققه زواج قريب يلزمنا نخبروا العائله ونبعثوا لعمتها باش تجي. خبروا عمتها، خبروا عمتها، لكن نفيسة نفيسة نفيسة، واش وقع لك يا بنتي؟ واش بيك؟ راكي مصفارة، راكي كلي ميتة. عبد القادر، عبد القادر، عابد. التلفاز والناس والرصاص والقرطاس. كيش اسمها الله؟ نفيسة. نفيسة. وامها؟ خيرة. بيها جن، بيها جن مولاد بالاحمر، واضربها في الطريق كي كانت فايته اللي فيه الماء. حالها صعيب يا شيخ. ما فيها شك، ما فيها شك، لكن تبرأ، تبرأ بإذن الله. وبركتك يا شيخ. الأمر يرجع عليك يا سي ابن القدي. الشيء اللي نقدر عليه أنا ننصحك وننبهك عليه. العلل أنا فيها يا شيخ، ما أنا ما نقولوا. أنت الكلام يرجع لك، وش اللي تقولوا نفعلوه. إذا تبرى بنتنا برك. إيه النشرة لازم يا سي ابن القدي. اختار معزة سوداء وذبحها، على خاطر باش يخرج بالاحمر يلزم يسيل الدم، ويجيب لي كانون يقضي بالجمر. اما جاوي والبخور والمسك والعنبر والعطاشيه راهو معنا. سمعت يا مرا؟ راه اجيب له كانون الشيخ. حاضر حاضر. وانا اسمح لي يا شيخ نروح نخير المعزه السوداء. عبد القادر ابقى مع الشيخ ابقى. هذا ابنك؟ نعم يا شيخ. انا الله يبارك فيك. ما تحركيش وما تقولي حتى كلمه بلا امري، ولا تفسدينا العزيمه والجن يبقى في الضرب. كفر وكذب وحدك، ما تشاركنيش معاك يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. راني جبت لك الجمر يا شيخ. الكانون يقضي بالجمر. الجاوي والقصبر والعنبر والعطشي. اخرج يا بالاحمر، اخرج اخرج. شيخ حموده جبت المعزه السوداء. هاك يا شيخ. يا رحمة الدور هات الخطرات. بسم الله. اخرج يا بالاحمر، اخرج. اقسمها على زوج، نص ديرو فوق جلده وتجيبوه لي، والنص الاخر دير به واش بغيت. صح يا شيخ صح. وينك يا بالاحمر؟ وينك يا بالازرق؟ اخرج درك، اخرج وما ترجعش ابدا، ما ترجعش ابدا لهذا الخليقه. يا بالاحمر الدم راه يستنى فيك، انت واصحابك اللي نازلين من 7 سماوات واللي خارجين من اعماق الارض. يا بو تقعد. صح صح. الله. يا سي ابن القاضي، نفيسة بنتك لازم تبخر بالجاوي.
هم 7 ورق وكل يوم تبخر بواحد. اما هذا الحرز تغلفوا في جلد حمار وتعلقوا في رقبتها وربي يشافيها. بارك الله فيك يا شيخ. هاك البركه يا شيخ هاك. لا كتر خيرك. ما يا شيخ والله. قول يا شيخ. نعم. تعشى معنا اليوم؟ لا كتر خيركم كتر خيركم. ما يلزمليش هادشي. والله يا شيخ لو كان لا شرفنا اليوم. لا تسمحوا لي ما يليقليش. تسمحوا لي تسمحوا لي. بالسلامة تربحوا. شفتي يا بنتي؟ ها وجا الشيخ حمودة كتب لك حرز وعطاك كتبة وإن شاء الله بنتي تبرى وربي يشافيك. يداوي روحه قبل ما يداوي الناس. أخزي الشيطان يا بنتي ما تكفريش. يلا الشيخ حمودة من رجال القلال اللي بقات لهم بركة الجدود وصار ينفعنا كثير. لكن لو كان طال المرض كان البرنامج تاعي يفسد، ولربما كان مالك يسمع ويبطل هذا الزواج. اللي شافها البارح كي كانت متغاشية واللي يشوفها اليوم ما يصدقش. على كل حال نحمد الله ونشكره. أنا شي اللي يهمني هو زواج البنت الوحيدة المتربية اللي عندنا، هذا ما كان. يلزم لك تشري لي كل شيء اللي نطلب عليه إلا تحب تشد شرفك وقدرك قدام الناس. قدري وشرفي؟ لاش؟ وانت مسؤولي قدري وشرفي؟ ولا في بالك صرت ما نعرفش واش يلزم؟ زيدي قولي علميني يلا. أنا امرأة، إحنا نساء ما نعرفوش نتكلموا كما رجال. أما أنت تعرف تتكلم خير مني. الشيء اللي يهمني هي الشورى اللي نسقسوا الطفلة واش يلزملها. هي تعرف خير منك وخير مني. ملاه. والله لا واش تحب نشريو لها. والصداق راك ناوي تطلب له بزاف ولا على حساب العادة؟ ما فكرتش في هذا. كل حال هو راجل ويعرف واش يصلح به واش يصلح بالزوجة نتاعو. أنا الشيء اللي يهمني هو سعادة البنت. عملت مليح. سي مالك سيد الرجال. على كل حال رانا ناويين نعاونوه في كل ما يحتاج. غير يعمل لنا عرس كما يلزم. نص بليز كواتر سير أنا واحدة هات الواحد أنا يا مجاوب الله إلى جاوب سي عزمك ما بيجي طايش بعد تعاود شرا واحد دوبل بلا لا يموت لا يموت يلا صحاب القهوة هذا وين عمرك يلا شوف دوبل دور ها ورا هيا واش طال مازال قاعد هنا؟ وانت عبد الروح؟ ما لا انا اسمحني الخدمه راهي يستنى فيا. سلامة. كنت بعدها نفتش عليك يا سي طاهر. خير ان شاء الله. لا غير الخير. انما حبيت نسالك على واحد القضيه وماذا بيا تعطيني رايك وتعاوني فيها. نقدر نعاونك بالفرح والسرور. لكن لو كان بعد منا مش احسن نخرجوا من القهوه. الى ما طراش مانع. يلا يلا. في الحقيقة القضية اللي حبيت نحدثك عليها يا سي طاهر. جيتك على أمر هام. تفضل. سمعت الناس في القهوة يتكلموا على خروجك بلا ما صفحت نسيبك. نسيبي؟ شكون نسيبي؟ بالقاضي ماهوش نسيبك. وانت واش تظن؟ كل الناس متحقين من هذا. حديث الناس ما يهمنيش، لكن انت معتقد بهذا. اما لا راك تتهرب. نتهرب؟ مناش؟ كل الناس سامعين بهذا الزواج، صح ولا كذب هذا شيء اخر. وشكون يوحالك بهذا الكلام؟ ما يهمش، ماذا بيا نعرف موقفك بكل صراحه. وعلاش عليك العناء؟ واذا حبيت تتزوج بها حد ما يمنعك. المانع صداقتنا. صداقتنا ما عندها حتى دخل في هذا. انت حر. حريتي مرهونه بالصراحه نتاعك. اعلم باللي هناك اشياء ما عندهم حتى علاقه مع الصراحه. اما لا راك حاب تتزوج بها، لكن عندك مشاكل ماديه.
ولهذا ما وضحتش موقفك. نعم شفته. كما قلت لك شفته وعملت مجهودي باش نتكلم معاه، ولكن كما العوايد دائما يتهرب فيما يخص حياته الشخصية. لكن راني متحقق باللي ناوي هذه النسبة، لخاطر في حديثه ما قال لي حتى حاجة ضد الزواج. لا راه حب يتزوج. ما قصدتش هذا، قلت راه ناوي يتزوج. راه ناوي يتزوج، ما كاين شيء لو يحتم عليه يعطل. يمكن. لا شك الموت نتاع العجوز رحمة أطلع عليه كثير. يمكن كما راك تقول، ولا كان شيء آخر ما حبش يقول لي عليه. مش شيء آخر على حسابك؟ أنا نقول على حساب الوقت اللي رانا فيه، ربما راه مخصوص باش يقوم بالمصاريف. المصاريف لو كان تحدث معايا بصراحة كنا نتفاهموا. يا ربي يما كيف ندير؟ اي لكن مجروحة.
ما حبيت يماك باش نقعد هنا. يا عالدقة يا ابني، انت ما على بالك حتى بشي؟ على باليش. نغمي نغمي ولا نزيد لك؟ ياسر عليها ابو ياسر. من خير من حوسه يا اخي. انت مرأة، انت ام اللي ما تعش بنتها. يمكن ما يزوم مليح خرج تشبه عليك. لا بنتي بهدلتني. صرت راجل بلا شرف بلا قدر. نقدرش نخرج حتى للزنقة. كاش نقابل الناس، كاش نقابل الناس. وش ما يقول الكتاب ديالك؟ قصة؟ لا ماهيش قصة، نطلع في دروسي. شحال مليح العلم. يا ريت نعرف نقرا ونكتب، لكن فاتني الوقت. اللي قرا زمان. لا، في المدن كاين دراسة خاصة للناس اللي كيفك يدرسوها بعد العمل. لو كان نجم نتعلم هنا باش نجم نقود الجرارة ونحرث هذا الأرض. هذا ماهوش مستحيل. بغيت تفهم علاش رانا نتكلموا. قلت لها بلا نتكلموا على الكتاب ديالك. قالت لي بلي ما تفهم حتى شي في الكتب. عندها الحق، فاتني الوقت الدراسة. في العطلة نتاعي درت تطوع في تعاونية فلاحية، وشفت شيوخ يجوا بعد العمل يدرسوا بحماسة أحسن من الشبان. وش هو التطوع؟ التطوع هو طلاب وعمال المدن اللي يشاركوا مع الفلاحين باش يوضحوا لهم الأشياء اللي ما فهموهاش. في موت خالتي رحمة ميزتها بلي في صغرها كانت جميلة وما زالت حنينة. صباح الخير. أخير. نحيت الجبيرة شوف. مليح؟ من على أشياء تجبي تمشي. لازم نخمم في السفر ديالي الجزائر. كي تحسي روحك قادرة.
يا سي عبد يا سي عبد اليوم نهارهم ما طلعش فيه الشمس. لعلك خير